اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلاص السر ما بقاش سر، وعرفت أخيرا ازاي نعمل وش مكرمش للرز بلبن ويطلع طعمه زي اللي بنجيبه من بره بالظبط بتاع المحلات وأحلى كمان. الموضوع بسيط، تابعوا معايا الفيديو للنهاية وهنعرف السر. في البداية يا حبايبي عندي هنا 2 كيلو من الحليب البلدي. اوعي تستخدمي حليب الشركات ابدا في الوصفة ديت. بجيب 2 كيلو من الحليب الجاموسي وبحطهم في حلة على النار واسيبهم يسخنوا. بعد ما اللبن سخن زي ما انتوا شايفين بطفي عليه النار، وبنزل بعد كده بكوباية واحدة من الرز المصري مغسول طبعا ومتصفي كويس جدا. هقلب الرز مع اللبن في الحلة واغطيهم وهسيبهم ساعة ونص، واحنا طبعا مش فاتحين لا نار ولا حاجة. بعد ساعة ونص طبعا القشطة اللي على الوش دي ظهرت بسبب اني مستخدمة لبن بلدي كويس جدا جدا من مكان موثوق منه. بقلب الرز مع اللبن، ودلوقتي بفتح النار واخليها هادية تماما مع التقليب المستمر. طبعا حبايبي زي ما انتوا شايفين وملاحظين كده حباية الرز نفشت من غير اي حاجة، ولا هنحط نشا ولا اي مواد رافعة خالص. وهو بقى ده السر الاول بتاع المحلات. هننزل بعد كده بكيسين من الكريم شانتيه. لو ما عندكيش الاكياس ديت هنبقى نحط كريم شانتيه من السايب 6 معالق كبيرة، وبقلبهم كويس جدا جدا. وكل ده طبعا واحنا شغالين على نار هادية جدا جدا. بعد كده بننزل بكوباية من السكر الابيض. ممكن تقللي السكر او تزوديه على حسب رغبتك، بس الكيلو بياخد نص كوباية، وبما اني عاملة 2 كيلو فبحط كوباية كاملة، والسكر بيكون مظبوط جدا جدا. هفضل اقلب برضو وايدي ما تسيبش التقليب خالص. بعد كده هضيف نص معلقة صغيرة من المستكة البودر. لو ما عندكيش مستكة بودر اطحني مستكة من عندك، ولو ما عندكيش مفيش ادنى مشكلة. كده حبايبي لا حطيت نشا ولا حطيت مادة رافعة، والرزاية ما شاء الله استوت حلو جدا جدا جوه اللبن، فبالتالي الرزاية شاربة كويس جدا جدا من طعم اللبن. طفيت النار عندي وابتديت احط الرز في الاطباق زي ما انتوا شايفين. ركزوا بقى معايا كويس جدا جدا. بسيب الرز نص ساعة على الترابيزة لحد ما يبرد تماما ويعمل الطبقة الخفيفة ديت. أما بخصوص سر المحلات، بعد ما بيبرد الرز بلبن تماما بغطيه وبدخله من بالليل للصبح التلاجة علشان يبرد، وهتلاقيه عمل الوش التحفة ده اللي كنا كلنا بنسأل دايما عليه. الرز طعمه جميل جدا جدا والقوام كريمي وزي الفل. بجد يستاهل منكم أجمل لايك. يا رب تكون وصفتي النهاردة عجبتكم. ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم ويشير للفيديو. كانت معاكم الشيف ماجي، وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.